السلام عليكم ورحمة الله. في الحقيقة يا جماعة موضوع حسين الشحات كبر جدا جدا. وصل لقضية بالفعل في المحكمة. ضرب حسين الشحات لمحمد الشيبي لاعب بيراميدز وسبه بأمه تحولت لقضية اعتداء وسب وقذف، وتحولت لساحة المحاكم بالفعل. أخلى فيها سبيل حسين الشحات بغرامة 10,000 جنيه. الغريب في الموضوع هو رد فعل الأهلي واتحاد الكورة. عارفين يا جماعة المثل اللي هو بيقول هو احنا دافنينه سوا؟ النادي الأهلي طبعا كلنا عرفنا ايه اللي حصل في القضية. استدعاء النيابة لحسين الشحات، وتوجيه ليه التهم بالضرب والسب والقذف، وكان اللاعب محمد الشيبي جاب شهود من بيراميدز. ايضا طلب محامي حسين الشحات حضور 3 لاعبين من النادي الاهلي للشهادة، هما محمد الشناوي واطهر محمد طاهر ومحمود عبد المنعم كهربا. النادي الاهلي كان ليه رد فعل عجيب جدا جدا، وده اللي احنا قلنا فيه، ان العك الكروي والادارة السيئة من الاتحاد الكورة هتعمل انهيار كامل. وهي دي التوابع وهي دي التوابع اللي انا ممكن احكيها لحضراتكم حالا دلوقتي. هكلمكم عن رد فعل النادي الاهلي. رد فعل النادي الاهلي ان هو بعت لاتحاد الكورة شكوى رسمية ضد نادي بيراميدز. بيشتكيه بايه بقى يا جماعة؟ بيشتكيه ان هو ازاي اللاعب ده مقدم شكوى في النيابة، وان الموضوع ده داخل كرة القدم. ان تقرير الحكم وتقرير اتحاد الكورة ان ده كان ضرب داخل الماتش. وللأسف يعني يمكرون ويمكر الله، لان ده متصور صوت وصورة بعد انتهاء صفارة الحكم. يعني كان ده المفروض يبقى تقرير مكتوب فيه ان هو بعد انتهاء المباراة، لكن للأسف الحاج عامر حسين جري بسرعة وعمله تاني يوم الصبح وأكنه جه داخل المباراة. معرفش في الحقيقة ازاي التقارير دي بتزور. طبعا في حالة ان هو داخل المباراة فعلا بيبقى ليه عقوبة إدارية، لكن لو كان هو اتسجل بما يرضي الله صح ان هو بعد انتهاء المباراة، كان هيتحول للجنة الانضباط لداخل الاتحاد الكرة المصري، وكان اللاعب اخد 12 مباراة وقف كجزاء ليه. ولكن ده جزاء يعني تعمد المجاملة للنادي الأهلي وتعمد الإهمال بمصالح الكرة المصرية. ودي النتيجة الحقيقة اللي احنا شفناها. يعني اللاعب لو كان أخد حقه ما كانش لجأ لساحة القضاء. والدليل على كلامي تتذكروا لما لجنة المسابقات اللي يرأسها السيد عامر حسين طلع العقوبة بإيقاف ماتشين فقط، تظلم نادي بيراميدز. تخيلوا يا جماعة يعني عقوبة سب الدين والاعتداء بالضرب 20,000 جنيه وإيقاف ماتشين فقط. ده ما كانش حد غلب. ما هو ده المداراة على الفساد، ان احنا نداري على فساد الكرة المصرية، وندلل ونتعمد تدليل النادي الأهلي بهذه الطريقة الشنعاء. خلاص اللاعب هيقولك طب انا هعمل ايه؟ انا كده بقى خلاص هضطر اخد حقي بالقانون. اللاعب محمد الشيبي مش هيتنازل عن حقه. اعتقد هيبقى فيه تدخلات كبيرة جدا جدا، لان هتبقى حادثة فريدة من نوعها، وحادثة الاولى من نوعها. لو اللاعب صدر ضده حكم قضائي، هيتعرض للفصل او الشطب من كرة القدم، او على الاقل الايقاف الطويل جدا جدا. ما نعرفش مدى الحادثة دي هيروح بينا لفين.
وكأن الاهلي واتحاد الكورة بيكلموا بعض. يعني اتحاد الكورة بيقول له ما احنا دافنينه سوا، انت بتبعت لي شكوى. في الحقيقة الموضوع ده لو راح الفيفا هيدين اتحاد الكرة، انا هسميه اتحاد العار، لان هو يعني عدى كل الخطوط وعدى كل المقاييس. مفيش اي حاجة في نزاهة كرة القدم ولا اي حتة في العالم بتتصرف بالطريقة دي. موضوع صعب جدا ومهين جدا جدا يعني امام الجميع وبعد انتهاء المباراة. عارفين يا جماعة، لو كان قبل صفارة الحكم كان ممكن يبقى ليه وضع تاني. كنا هنقول ده داخل المباراة وتنطبق عليه يعني عقوبات، كان المفروض تنطبق عليه عقوبات من اتحاد الكورة اكتر من كده بكتير. لكن علشان هو خارج المباراة فخلاص اتحول لساحات القضاء. وده اللي احنا اتكلمنا وقلنا عليه ساعتها، ما ينفعش اللي بيعمله اتحاد الكورة ده، ما ينفعش اللي بيعمله الحاج عامر حسين. يعني شيء عجيب جدا جدا. المفروض احنا ما نشوفش الوشوش دي بتدير كرة القدم المصرية. كده هي بتقودنا للخلف سنوات ضوئية للورا. يعني شيء مستفز جدا 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 في الحقيقة. دي نقطة حبيت، طبعا نقطة مهمة جدا حبيت ان انا اكلمكم عنها. ما تنسوش يا جماعة لايك وشير للفيديوهات، مهم جدا جدا علشان توصل لكل المنصات. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.